اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنقدم لكم انا وماما طاجن كوسه باللحمه المفرومه، هنقدم معاه رز بالشعريه. يا رب الاكل النهارده يعجبكم. ونبتدي نقول مقادير ونقول بسم الله. معانا كيلو من الكوسه، ممكن نحط نص كيلو او كيلو الا ربع من الطماطم حسب الرغبه. ومعانا بصله وربع كيلو من اللحمة المفرومة، وانت تحط الكمية اللي عايزاها، حابة تحط كتير او قليل براحتك. ومعانا ملح وفلفل. وهنبتدي بقى نقشر الكوسة، نغسلها ونقطعها بالشكل ده. والطماطم طبعا غسلناها وعصرناها، والبصلة قطعناها صغير. كده المقادير تكون جاهزة معانا، ونبتدي نعمل الكوسة ونقول بسم الله. معانا بقى الحلة على النار، هنحط فيها معلقة من الزبدة وهنسيح الزبدة. هننزل بقى بالبصلة على الزبدة كده ونقلبها لحد لما لونها يصفر كده معانا شوية، ونفضل بقى نقلبها علشان ما تتحرقش مننا. واول ما نلاقيها اصفرت كده معانا بالشكل ده، هنبتدي بقى نحط اللحمة المفرومة. طبعا اللحمة المفرومة الكمية اللي انت عايزاها تقدري تحطيها، يعني احنا حطينا ربع كيلو، لو حابة تحطي اكتر او اقل براحتك ممكن. هم حبة لحم صغيرين بيدوا طعم حلو قوي للاكل، فانت الكمية اللي حباها تقدري اللي انت تحطيها. هنا بقى هنفضل نقلب كده بقى في اللحمة المفرومة لحد لما اللون الاحمر اللي فيها دوت يروح خالص. زي ما شايفينها كده اللون كده راح خالص، يعتبر استوت كده شوية على النار. بس مجرد ما بنقلبها كده بس في البصلة اللون بتاعها بيتغير، بيبقى بالشكل كده. مش عايزين اللون الاحمر يكون موجود فيها خالص. هنبتدي بقى الطماطم طبعا عصرينها نحطها بقى على اللحمة المفرومة. ومعانا الملح والفلفل هنحطه برضو ونقلبها، وهنسيبها بقى لحد لما تتسبك. طبعا لو الطماطم مش حمرا قوي ممكن نضيف لها حته كده من البنجر، زي ما احنا مش شايفين معانا، بيخلي الطماطم يبقى لونها احمر وحلو قوي. وطبعا البنجر ممكن نحطه في الاكل، لاي صلصه بنعملها في الاكل، بيدي لون احمر حلو قوي للصلصه، ما بيغيرش طعم الاكل ولا اي حاجه. يعني ممكن تجربيه هتلاقيه بيبقى حلو قوي في الاكل، بيدي كده بيخلي الصلصه كده حمرا وبيبقى شكلها حلو قوي. كده الصلصه اتسبكت معانا زي ما شايفينها كده بالشكل ده، جهزت كده معانا. هنبتدي بقى اللي احنا نجيب الكوسه ونحطها على الصلصه، وهتاخد بس معانا غلوة، مش هنسيبها على النار كتير. لو الصلصة طبعا قليلة ممكن نحط كوباية كده من المية، او لو عندك شوربة ممكن تحط كوباية من الشوربة، بس تغطي بس الكوسة علشان تقدر تستوي وما تبقاش ناشفة منك، تبقى كده فيها صلصة. فممكن تضيفي كوباية شوربة او مية، وهتغلي بس كده غلوة على النار، مش هتستوي ولا اي حاجة. لو حابة تعملي الاكلة ديت في الصينية على طول ممكن تعمليها في اي صينية بتدخل الفرن. كده الكوسة غليت معانا زي ما شايفينها. هنطفي بقى النار عليها، وهناخدها بقى علشان نفضيها في الطاجن اللي هنحطه في الفرن. هنفضي بقى كده كل الكمية اللي معانا في الطاجن. وزي ما قلنا الكوسة بتكون نية علشان لسه هتكمل سواها في الفرن، فهي هنا سخناها بس مش مستوية ولا اي حاجة في الحل. فدينا كل الكمية في الطاجن. لو حابة بقى تضيفي معلقة من الزبدة ممكن على وش الطاجن. هنا كده هنحط معلقة من الزبدة بس كده بس على الوش. وهناخد بقى الطاجن نحطه في الفرن من تحت، ما تحطوهوش على الرف علشان يستوي بسرعة. وتفتحي بقى الفرن كده بعد ربع ساعة او تلت ساعة وتشوفي الكوسة علشان ما تستويش منك اوي، لانها هي مش بتاخد سوا كتير. فتشوفي كده بقى واحدة كوسة، ولو لقيتيها استوت يبقى هي كده الكوسة خلاص جاهزة معاكي.
ونبتدي نعمل الرز ونقول بسم الله. معانا معلقة من الزبدة ومعلقة من الزيت، وهنحط بقى عليهم حبة كده بقى من الشعرية، طبعا الكمية اللي انت تحبيها حسب ما بتحبي بقى الشعرية كتيرة في الرز او قليلة، يعني براحتك خالص كمية الشعرية اللي انت تحطيها. وهنقلب بقى الشعرية لحد لما لونها يبقى احمر كده معانا، يعني هنحمرها كده كويس. وطبعا الشعرية بقى احنا بنعملها بنفضل كده برضو نقلب فيها علشان لون الشعرية كلها تبقى زي بعض، ميبقوش حبة يحمروا معانا وحبة يبقى ابيض معانا. فلازم اللي انتي تحمري الشعرية تفضلي تقلبي فيها علشان كل الشعرية تبقى واخدة لون واحد زي ما شايفين معانا كده. بعد ما حمرناها طبعا الرز غسلينه كويس ومصفيينه، بنبتدي بقى نفضيه على الشعرية وهنقلبه بس كده تقلبتين كده مش كتير. وبعد كده هنبتدي بقى نضيفله المية او شوربة، وزي ما شايفين اهو هنقلبه كده بقى معانا. دلوقتي بقى هنضيفله المية، وطبعا كمية المية او الشوربة اللي هتحطيها قد كمية الرز والشعرية، يعني بصي بتكون كده فوق الرز بحاجة بسيطة قوي. وبعد كده هنبتدي بقى اللي احنا نحط الملح وهنقلب بقى كده كله. بعد ما حطينا الملح هنقلب بقى كده الرز كويس، وكده يبقى خلاص بقى كده هنغطيه ونخلي بقى النار عالية عليه لحد لما يغلي كده غلوتين. اول ما يتشرب بس كده المية تتشرب كده حاجة بسيطة، نبتدي بقى نوطي عليه النار وهنسيبه يستوي على نار هادية. دلوقتي بقى زي ما شايفين كده ده شكله كده استوى معانا، وهنبتدي بقى اللي احنا نغرفه كده. بنغرفه شايفين ازاي كده شكله حلو كده ومفلفل معانا، مش معجن ولا اي حاجة. طبعا لو عجن هتبقى كمية المية كده اللي حطيتيها بتكون كتيرة، انما كده احنا زبطناه له كده المية اللي حطيناها له فبيطلع معانا كده مفلفل وحلو. تاخدي بالك بس من معيار المية وانتي بتحطي للرز المية، او سواء تحط مية او شوربة. فشايفينه كده معانا ازاي مفلفل ومش معجن ولا اي حاجة. كده خلاص غرفنا الرز وجاهز معانا، والكوسة كمان طلعناها من الفرن وجهزت معانا بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. وطبعا الكوسة ما بتاخدش سوا كتير، بتسيوي بسرعة، فتاخدي بالك وتفتحي كده عليها الفرن وتطلعي واحدة كده تشوفيها علشان ما تتهرش منك وتبقى مستوية قوي. فطلعيها كده تشوفيها علشان الكوسة تبقى صحيحة كده زي ما هي معاكي وما تبقاش مهرية منك معجنة في بعض ولا اي حاجة. فهي كده شوفناها لقيناها كده مظبوطة كده. الطاجن طلعناها معانا شكله جميل قوي، وغرفنا الرز والاكلة كده جهزت معانا. ولو الأكلة عجبتكم النهاردة اشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد، ودعمونا باللايك. وقلنا ايه رأيكم النهاردة في الأكلة، وبألف هنا وشفا عليكم.